كل العالم عم تحاول تكون content creators، ومنيح انه انت تكون ضايع اليوم بالسكيل اللي انت عندك اياها وبدك تطلع منها مصاري. اذا انت اليوم عم تفكر تعمل شيء بالكرييتر ايكونومي وتستفيد منه فهذا الفيديو لك. حبسط السيستم اللي بدنا نحكي عنه اليوم بأربع خطوات بس. بالكرييتر ايكونومي يعني بعالم صناعة المحتوى بتلاقي عالم عندها نفس الجول، بتعمل كوميونيتي لإلها، بتبلش تعطي اشياء valuable for free، بعدين بتبلش تبيع اشياء بمصاري. فانت افضل شيء بتقدر تعمله بالكرييتر ايكونومي هو انت بتحل مشكلتك ترجع بتبيع هذا الحل للاشخاص اللي هن بحاجته. اول شيء انت بتحط اهداف ودايركشن وبتكون ماشي فيهم، بس الدايركشن اللي بتجي بالحياة حتكون مختلفة كتير عن الدايركشن تاعول الاكسبكتيشنز تاعول. فانت هون حتصطدم بالمشاكل وبدك تحلها. هالمشاكل بتنحل من خلال الاكسبيرينس اللي نحن كنا مرقين فيها، من خلال الاشياء اللي تعلمناها بحياتنا، من خلال الفاليوز اللي نحن تربينا من خلالها. ففي كتير عوامل بتأثر انه نحن نحل هيدي المشكلة، واكيد حلي لهيدي المشكلة حيكون مختلف عن حلك لهيدي المشكلة. لهيك نحن كتير بنشوف انه تو كوتشز عم ببيعوا نفس الكوتشنج بروجرام، يعني نفس السوليوشن عم بيقدموها للاودينس، بس في كوتش ببيع اكتر من الكوتش التاني. طب شو السبب؟ انه هذا الكوتش عم بيقدم السوليوشن تاعته بطريقة افضل وطريقة اكتر اتراكتيف للاودينس من التاني، عنده ستوري عم تجذب الاودينس اكتر من تاني واحد، عنده سوشيال بروف، عنده زيادة بنفتس عم يقدر يستقطب منها هول الاودينس هن بحاجة لإلها، وعم يحط حاله بس كان من 6 اشهر بنفس المكان الاشخاص اللي هو عم بيبيعون هيدا البرودكت. فهون هيدا الدور اللي بيلعب هون، انه انت تقدر تبيع اكتر من التاني من خلال انك انت تطلع بحالك وين كنت انت من 6 اشهر، لانه انت عندك نفس المشاكل اللي العالم هلا عم يمرقوا فيها، يعني نفس الاوجاع، نفس الاحاسيس، نفس المشاكل اللي عم يمرقوا فيها هلا الاودينس تاعتك، فانت عم تحكي عنها وعم تستقطبهم. اما الكوتش التاني مش عم يحكي عن هالاشياء، فلهيك هذا الكوتش عم يستقطب اكتر من التاني. اذا انت اليوم موجود على السوشيال ميديا وما عم تعرف شو بدك تبيع، بيع شيء بتتمنى كان موجود بس بلشت انت على السوشيال ميديا. علم الناس الاشياء اللي انت تعلمت. يمكن انت عانيت كتير لحتى تقدر تعمل جسم بالجيم، وعانيت كتير لحتى تقدر تكتشف حلول لحتى يصير عندك جيم، لحتى تكتشف البست براكتسز، كم يوم بدك تروح على الجيم، شو الاكل اللي انت لازم تاكله لحتى تروح على الجيم. هول الاشياء اللي انت تعلمتهم من المشاكل اللي انت كنت عم تواجههم ولقيت لهم حلول. في كتير اشخاص اليوم بحاجة لهيدي الحلول، فانت بتجي بتبيعهم هاي المشاكل، لانه ما حدا بيعمل محتوى بس ليجيب شوية لايكس وشوية كومنتس وشوية ثانك يو. بالاخر بدنا نبيع شيء لحتى نقدر نطلع منه مصاري. ثالث شيء، ابني علامتك الشخصية اليوم. شو بدك انت لتبني علامتك الشخصية اليوم؟ بدك برودكت وبدك عالم يشتروا هذا البرودكت. اليوم أليكس هرموزي شو بقول؟ build an audience، ارجع build business. ليه؟ لانه انت عندك اودينس بيوثق فيك، عندك اودينس بحبك، عندك اودينس بيعرف انت شو عم تعمل وانت كيف بلشت من الصفر او ما بلشت من الصفر. فانت بس بدك تجي تبيعه برودكت حيكون مقتنع فيه 100%. ليه؟ بغض النظر اذا هذا البرودكت كان منيح ولا ما كان منيح، هو مقتنع فيك إلك، هو بيوثق فيك لإلك قبل ما يوثق بهيدا البرودكت. مثلا ايمان جادزي صار له 7-8 سنين على السوشيال ميديا من وقت ما كان عمره 15، عمل كذا بروجرامز بس بالاخر رجع عمل جادزي اللي هو براند العويناتي. فهذا كل العالم اجت اشترت منه لانه وراه ايمان جادزي، لان العالم متابعه ايمان جادزي، لان العالم بتوثق بايمان جادزي وبتحبه وبتعرف هو كيف بلش من الصفر وكيف هو سند امه وكيف هو عمل اول $1,000,000 على عمر 18. فالعالم بتوثق فيه وبتحبه، فلهيك بس عمل برودكت وكان عنده الاودينس، كان سهل كتير انه يبيع هذا البرودكت. هو هذا البرودكت ما بلشوا من الصفر، ما بلش عم ببيع من شخص هو مجهول ما حدا بيعرفه. فهيدي قوة انه يكون اليوم عندك انت بيرسونال براند، تقدر تخلي كل العالم توثق فيك وتخليهم يشتروا اللي انت بدك اياه. بدك تبيع ديجيتال برودكت، عندك عالم بيشتروا. بدك تفتح كوتشنج بروجرام، عندك عالم بيوثقوا فيك وبيشتروا. فالحياة بتصير اسهل بكتير
بس بدك تبني علامة شخصية لإلك. ما تنسى تعمل سبسكرايب ولايك وشير لرفقاتك لحتى يستفيدوا من هالفيديو. بشوفكم المرة الجاية.